القوه الهجوميه إمم. هتلاعب قوه دفاعيه. إمم. خلاص. تمام. ان المباراه دي هتحدد 70 80% أيوه. مين الاقرب للدوري. حلو أوي. أنت ليه بتقول بقى الزمالك الأقرب للدوري؟ لمّا المباراة دلوقتي دي هتحدد 70، 80% زي ما أنت بتقول. أنت ما أنا دلوقتي بتقول الزمالك هياخد الدوري. كويس. ليه بتقول؟ ما تقول الكلام اللي أنت بتقوله دلوقتي. طب هقول لك مش ده بقى. المنطق؟ طب ماشي. آه. لو الزمالك لعب المقاولين وكسب هيبقى هيبقى فرق كام؟ 4 نقط. 4. آه. كل واحد فاضل له ماتشين. خلاص بقى، يعني هم متساويين لو مع الاهلي بعض. كسب الماتشين يبقى الفرق كام؟ 4. لأ، ما هو الزمالك ليه ماتشين والأهلي ليه ماتشين. كويس. طيب، الأهلي دول هيكسب خلاص ماتشين. صفر. آه. يبقى الفرق كام؟ 4. 4. اذا الزمالك كسب المقاولين بالضبط. يبقى الزمالك خد البطوله. لأ، هو لسه في انت بتتكلم على القوي. آه. لا، خلي الاهلي ليه اسماعيلي، بيراميدز، الزمالك، أيوه طبعًا. مصري. والزمالك ليه برضه الإسماعيلي، تمام. يعني الزمالك إلى الآن لم يلعب مباراة الإسماعيلي. حلو. آه. وخلّي بالك إن ولكن مباريات بيراميدز بشكل كبير هتحدد داخلة زي مباراة الأهلي والزمالك. يعني الزمالك ليه مباراة مع بيراميدز والأهلي ليه مباراة مع بيراميدز. تمام. المباراتين دُولة مع مباراتين الأهلي والزمالك، يحدد. دول هيحددوا بشكل كبير مين هياخد الدوري. طب هل تتوقع ان الزمالك هيفرط في الموضوع ده؟ لأ، ولا الأهلي. ولا الاهلي. آه. ولكن الحاله النفسيه والفنيه بتاعت اللعيبه إمم. هي اللي هتحدد إمم. الروح. عشان كده بقول لك ماتش الاهلي والزمالك هيحدد اللي بعديه. ما فيش ضغوط على الزمالك إن الأهلي بيقرّب منه بعد ما كان الفارق كبير؟ لا، ده كان زمان. كان زمان. كان أيام ما اللعيبة- كنت كان ماسك؟ في بعض اللعيبه بتخاف. أيام ما كنت أنت لا لا لا، ماسك؟ قبلينا بكتير. قبليك يعني بكتير إيه؟ يعني مثلا ايه، كان زمان في من 2006 مثلا لغايه 2010 12 آه. لما الزمالك آه. بيبقى كان كسبان كان والاهلي جاي من الأهلي تحت، متسيد. آه. لعيبه الزمالك بعضها بيخاف ان في ضغط جاي إمم. عليك إمم. فبيخسر. إمم. عشان كده الاهلي بيروح واخد الدوري. تمام. لكن من 2014 الامور دي اتغيرت آه. حتى في نفسيه اللعيبه او نوعيه اللعيبه اللي جت نادي الزمالك.